السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن شرح نود جديدة. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن أنواع التريجر اللي قدامنا ده. تمام. بعد كده هنبدأ النهاردة نتكلم عن نود مهمة جدا. النود اللي معانا النهاردة، بس الأول تعالوا خلينا نعمل كده تكتب وننزلهم تحت. النود اللي معانا النهاردة اسمها edit field. edit field أو set field دي نود مهمة جدا. كل الحكاية إن النود دي وظيفتها إن هي لا بتعدل لي، أقدر إن أنا أعدل من خلالها على قيمة معينة، او ان انا اضيف قيمه معينه فيها. بمعنى ايه الكلام ده؟ طيب، يعني انا جايه لي بيانات من جايه لي مثلا داتا من فورم سبمشن، جاي لي الاسم والاي دي ورقم تليفون، الكلام ده كله. انا مش عايز كل الكلام ده، انا عايز مثلا اطلع رقم تليفون. اقدر اطلع بس رقم تليفون مثلا. تعال نشوف عملي. المهم ان احنا عندنا مانوال مابنج، ان انا اخد من الانبوت اللي جاي احطه هنا، او ان انا عندي جيسون ان انا اكستمايز، اخد اعمل كود كده وجيسون بالحاجه اللي انا محتاجها. هنقول ان احنا نخليها مانوال مابنج ونضغط هنا. مثلا على سبيل المثال انا هخلي دي مثلا نيم، وهقول هنا احمد مثلا. تمام. خرجت لي الداتا بتاعتي اللي هي ايه؟ الاسم والنيم. طيب، ما استفدناش حاجه. تعالى ناخد دي هنا كده ونشغلها. اوكي، ونوصل هنا ونبدأ نفهم. هنقول مثلا هاي. تمام. هنا دخلت والداتا دخلت هنا. طيب، جات لي كلمة هاي، اقدر ان انا اخش احطها هنا كده. تمام. واعدل. شوف هنا مكتوب ايه؟ شات بوت او شات انبوت. تمام. وتحتيها الحاجة اقدر ان انا اعدل ده، اقول له مثلا التحية او جريد مثلا. عشان هنا اطلع مثلا جريتن هاي تحية، ان هو قال لي هاي، يبقى انا عدلت في القيمة اللي جايه لي. تمام. طيب، ممكن نخلي هنا ماي نيم دي، النيم دي نخليها هنا كده. نكتب مثلا ماي نيم از، نعمل خلي هنا نيم ماي نيم از احمد. يبقى انا اقدر ان انا اعدل في القيمة الموجودة او اختار قيمة معينة. طيب، على سبيل المثال نقفل ده وناخد مثلا الفورم سمشن. تعالى يا فورم، نمسح دي ونيجي على الفورم نعمله اكتف ونشغله. طيب، الفورم عندي احنا عملناه المرة اللي فاتت ان هو بياخد اسم مثلا احمد، وخد رقم تليفون 010 اي حاجة، اي ارقام، وخد الايميل اي حاجة. تمام. وعملنا صب. تمام. جالنا هنا، عفوا، جالنا هنا الفورم والايديت فيلد اشتغلت. طيب، ايه الداتا جت هنا؟ اوكي، تعالى نمسح بقى الكلام ده. ده الوضع الطبيعي بتاعها. انا عندي هنا داتا، اقدر ان انا مش عايز الاسم ومش عايز رقم التليفون، انا عايز ايميل بس، احط الايميل بس. اهو جالي الايميل. طب انا عايز الايميل والفون، هحط الفون. تمام كده. يبقى وظيفتها ان انا اما ان انا اعدل على داتا جايه لي، او اختار من مجموعه داتا معينه، حاجه معينه. ده بالنسبه للايديت فيلد. طيب، نيجي على نود تانية اسمها اف. اف ببساطه خالص هي نود قويه جدا، وبحتاجها لو انا عايز اعمل في شرط معين عندي. تعالى نمسح دي بقى خلاص، مش محتاجينها. في شرط معين عندي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا عندي شرط يا ترو او فولس. لو اللي جاي لي ده مثلا، انا عندي اشتراكات، ولو اللي جاي لي ده الاشتراك بتاعه مثلا فوق ال 2000 جنيه، خليه يروح في مسار معين. لو اقل من 2000 جنيه يروح لمسار تاني. او في عندي اشتراكات معينه وعايز افرق بين الولاد والبنات، لو اللي جاي لي دي من الفورم بنات اخليه يمشي في مسار معين، ولاد اخليهم يمشي في مسار معين. على سبيل المثال
نحط هنا الاف، نشغل دي. طيب دي اشتغلت. طيب هنا جاي لنا احمد والبيانات بتاعته. انا هقول له هنا لو الاسم، وعندنا هنا طبعا داتا. عندنا هل هو string، يعني التايب اوف داتا اللي معانا هل هو تكست ولا نمبر ولا ديت اند تايم وتاريخ ولا بوليان يعني صح ولا غلط، ولا array مجموعه من ليست معينه، ولا اوبجكت. تمام. وكل واحده جواها حاجه، هل التكست ده موجود ولا مش موجود، ولا فاضي ولا مش فاضي، ولا بيساوي حاجه معينه، وهكذا. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اقول ان لو الاسم، طيب انا دلوقتي عايز اقول مثلا ان لو الاسم موجود مثلا exist، خلاص هيجي هنا هيظهر لي حاجتين true or false. يعني الاسم هنا ده لو حالة ان هو مش موجود، وهنا في حالة ان هو موجود. انا الاسم موجود مثلا في الفورم، حد كتب حاجة وانا نسيت اعمل required وقلت لازم الاسم يبقى موجود، فهنا هيمشي في مسار معين. لو الاسم مش موجود هقدر امشيه في مسار معين، وهكذا بقى. يعني انت بتحط شرط وممكن تحط اكتر من شرط. يعني هنا add option ممكن احط يعني لو الاسم موجود والرقم مثلا، خلاص exist، هيحصل حاجه معينه. اصبح عندي true branch، الtrue والفولس. true ان هو موجود، والفولس ان هو مش موجود. او ممكن احط بدل and، او انا عايز الراجل الفورم مكتوب عنده فيه الاسم او الفون. طبعا مش لازم تكون فورم، ممكن تكون اي داتا انا عاملها. فانا بحط الكونديشن بتاعي، بحط الشرط بتاعي، لو ده او ده موجود ابدا لي اعمل لي حاجه معينه. تمام. فاصبح عندي هنا true or false. وخد بالك true false ما فيش اي اسماء تانية، لان احنا عندنا نوت تانية اسمها switch. switch بقى ميزتها ان انت تقدر تعمل اكتر من فيلد، اكتر من مسار. يعني هنا الاف هنا شغاله بس على true or false مرة اتنين بس. اما هنا هقدر اعمل اكتر من مسار. يعني الكلام ده، تعالى نمسح دي مش محتاجينها دلوقتي، ونقول هنا switch. طيب احنا عشان المثال ده مفهوش مثلا، يعني مثلا انا عايز اطلع لكل داتا داخلالي هطلع لها برانش معين. تمام. احنا نعمل سبمشن، نعمل هنا، نعمل مثلا ناخد الاسم احمد، وناخد 010 29 وناخد مثلا الايميل اي حاجه. تمام. طيب انا عايز اطلع اكتر من مسار، يعني على سبيل المثال، تمام، نخش هنا جات لنا الداتا. طيب انا عايز بقى اطلع لكل واحده حاجه، اخلي الاسم مثلا، ماشي، واخليها، انا اقول مثلا هنا هخلي الاسم او الاسماء names. تمام. وهعمل هنا adoption تاني، واخلي هنا مثلا فون، واقول له الاسماء او النمبرز. واخلي هنا مثلا الايميل. انا بس هعمل اي حاجه كده عشان بس اوريكم الدنيا ماشيه ازاي. تمام. طيب نخلي كل ده لو موجود بس، مش اي حاجه تاني.
لو انا بقول له لو الداتا دي موجوده exist. طب ممكن تعمل لو الداتا موجوده، او لو مثلا بتساوي كذا، او مثلا equal to كذا، او لو بتبدأ بكلمة معينة وهكذا. تمام، تعال نشوف. بس انا كل اللي انا عايزه اوريك عندي 3 حاجات، عندي النيم والنمبرز والايميل. لو جيت هنا نبص هتلاقي فيه 3 حاجات: حاجة خاصة بالاسماء، حاجة خاصة بالارقام التليفونات، حاجة خاصة بالايميلات. وتقدر كل مسار تعمل بيه كل اي حاجة. ده كمثال بس. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان سويتش اقدر اعمل منها تفرعات كتيره جدا، وكل برانش او كل فرع ماشي في مسار معين. مثلا الاسماء هسجلها في حاجه معينه، ارقام التليفونات طبعا مفيش حد بيعمل كده بس انا بدي مثال. ارقام التليفونات حاجه زي كده. تعال نقول ان انت راجل بتبيع ملابس، وعندك ستور مثلا في لبس الكيدز والبنات والشباب، فهتخلي مثلا برانش اللبس بتاع الكيدز هيحصل فيه حاجه، لبس البنات هيحصل فيه حاجه، لبس الولاد هيمشي في مسار معين. ده كمثال. ده بالنسبه لسويتش. فسويتش واف من النودز المهمه جدا، والايديت فيلدز، فحاول تركز فيهم وحاول تعمل براكتس عليهم كتير. وان شاء الله الفيديوهات الجايه هنبدا نعمل عليهم تطبيقات بشكل اكبر من كده وبشكل كامل. دي كانت حاجات بسيطه بس نفهم بيها الكونسبت بتاع النودز. السلام عليكم.